دقيقة دون تسجيل أي هدف، وهو أمر محير لفريق بالأمس القريب كان يصارع على لقب البطولة. والمتابعة لمراد سيميا. ظلم ذوي القربى أشد مضادة من وقع الحسام المهندي. صدر بيت شعري أكيد ينطبق على أول سقوط للدفاع الحسني الجديد من رجل الدكالي السابق يوسف العياطي في مباراة أخرى تؤكد أن الدفاع في ورطة حقيقية تحتاج إلى مخرج حقيقي. دقائق الجولة الأولى كانت في معظمها متكافئة، محاولة من هنا وأخرى من هناك، حتى جاءت الدقيقة 35 ومن خطأ مشترك بين الحارس والدفاع. شباك الدكاليين تستقبل هدف الريفيين المفاجئ. العقم التهديفي ظل يلازم الدفاع الذي لم يقوى منذ ما يقارب عن 500 دقيقة على زيارة شباك منافسيه رغم التجديد الذي عرفه تشكيل الدكالي. لتنتهي مباراة قد تبدو انطلاقة حقيقية لشباب الريف الحسيمي على حساب فريق دكالي لا حول له ولا قوة. فهل هي كبوة ولن تطول؟ وهل هو شر لا بد منه، أم أنه خلل ويد البشر لها دخل في أزمة الجديدين؟ أسئلة أترك لهشام الإدريسي إيجاد أجوبة علها تخفف من واقع سلبي أكيد تعاني منه جماهير دكالية تعشق الأخضر. التساؤل ديال مراد سيميا هو اللي